ماشي. وهنحط كوباية ونص لبن، كوباية ونص لبن. هنحط لون طعام احمر، هنقلب. ممكن نزود الاحمر كده حسب احنا حابين لونها هيبقى عامل ازاي. بعد ما نقلب هنحط كوبايه ونص من دقيق الرز، اي نوع دقيق رز، كوب ونص من دقيق الرز. بعد كده نحط نص كوبايه نشا، بعد كده نحط معلقتين من اي زيت، بس يكون زيت ما بيعطلوش اي ريحه، زيت نباتي. معلقتين ونص اهو. وهنقلب كل المكونات دي كلها سوا لحد ما تتجانس. وعلى نار متوسطه نبدا نحط المسحوق في اي طاسه ما بتلزقش. ونقعد نقلب فيه. بس كده زي ما احنا شايفين كده، وكده بدأ يتماسك اهو. نقعد نقلب فيه وبدأ يتماسك قدامنا خالص اهو. اهم حاجه ان احنا نقعد نقلب فيها كده لحد ما توصل بالمنظر ده كده، وهنفضل نقلب فيها لحد ما تلزقش خالص في الايه، في الاسباتولا اللي احنا بنقلب بيها. كده شكلها بقى عامل زي العجينه اهو. اهم حاجه عامل زي الاسلام معاكي. نقعد ايه نلبس فيها شويه كده لحد ما تبرد في ايدينا. يعني هو ايه ده؟ شو واكل انجلش مين ده؟ عشان نشوف هنحدد احنا هنعملها قد ايه على حسب الكميه اللي احنا عايزين نعملها وحسب حجم الموتش اللي احنا هناكله. لا لسه شوف تاني. ماما انا هعمل دي ما عندنا اي سكينه او اي قطعه، هنبدا نقطع.
فيديو. نبدأ نكورها كده. احنا كده المجموعة دي عملت معانا 12 قطعة اهو. كده منهم كسر. مالي مين مالي؟ هما ليه بيتكلموا انجليزي؟ وبرضه حسب لما نيجي نفردها ان شاء الله كده بالفردة بتاعتنا بتاعت العجين، هنشوف ده هتوصل شكلها عامل ازاي، وحسب بقى هنعمل كده. هنحضر معانا هنا نشا عشان نبدأ نخبز بيها، وعندنا اللي بتاع الخبازة بتاعتنا هنعملها برضه عشان متلزقش في العجينة بتاعتنا. العجينة بتاعتنا هي بقت جاهزة اهو. نبدأ نعملها على شكل دايرة. هما ايه دي؟ بعد كده هنعمل بقى بقية الكمية كلها وهنرجع لكم تاني. هنا كنا محضرين الحشو بتاعتنا اللي هي ايس كريم ومقطعين فيه فراوله، وهنا مش ممسكش قوي لسه عشان نرجعه تاني في الفريزر. هنجيب الموتشي بتاعنا هنحطها في طبق زي ده كده او اي حاجه موجوده عندنا، علشان ايه نحط فيها الحاجه، نحط فيها الحشو ونبدا نقفلها اهو. اهو نبدأ نحط الحشو. وبرضه محضرين جنبنا هنا طبق فيه شوية نشا عشان نقفل بيه الموتشي. يا ماما سيبيلي شوية ايس كريم عشان اخدهم معايا بكرة المدرسة. هنبدأ بقى ايه نقفل كده من الجوانب. بعد كده ده يبقى شكلها. وهنجيب نبدأ بقى نملى ده كله اهو. هنكمل بقى بقية الحاجات ونرجع لكم تاني. ده كده بعد ما خلصنا الكمية كلها احنا مفروض كده هنحطها في الفريزر ونرجع نقطعها معاكم وناكلها معاكم ان شاء الله. لا لا يا ابني، لا يا ابني. واو. نسيت بقى في